وجود إحالة اضطرارية عاجلة تقدرون تحصلون على 104 شرطة. حقيقة بدأ حظر التجوال الساعة 6 مساء من هذا اليوم. بالنسبة للمواطنين والمحلات عزلت والمطاعم وكذلك الأسواق تنفيذا لقرار خلية الأزمة الصحية في محافظة كركوك. بالنسبة الدوائر اللي مسموح لها بالتجوال اللي هي الأجهزة الأمنية، زائد عندك الصحة، الدفاع المدني، غيرها من الدوائر الأخرى المواطن بحاجة لها. عندنا مجموعة بالنسبة لمواطننا احنا ما نقدر نعوفه بدون غذاء وبدون دواء وبدون صيدليات. هناك 21 صيدلية تكون مفتوحة، زائد المراكز الصحية 3 في كركوك أيضا تكون مفتوحة. زائد عندك بالنسبة للأفران من الساعة 6 صباحا ولغاية الساعة 3 بعد الظهر. الأسواق والبيع المخضر وغيرها أيضا موجودة من الساعة 8 الصبح ولغاية الساعة 11. يعني مثل ما تعرفون بالنسبة المواد هذه هناك برنامج في المقر المتقدم لقيادة العمليات فيما يخص دخول المواد الغذائية والمخدرات وغيرها والأدوية.